واحد النهار في الورشه ديال البني واحد الخدام جرى عند صاحبه باش يوقفه وما يخليش يزيد يحفر حيت لقاو شي حاجه خطيره مدفونه في الارض. الاخبار دغيا وصلت عند الشاف ديال البوليس سوزانا وصيفطوا ليها التصويره ديال الحفره وبانت ليها تما قنبله باقا ما تفرقعاتش. تما نوضوا الروينه وعلنوا حاله طوارئ. في هذا الوقت القائد ويل كان كيتدرب بواحد البندقيه حتى جا اتصال كيعلموه باللي وقع. صيفطوا ليه التصويره وقال باللي هاد القنبله ديال الحرب العالميه الثانيه والوزن ديالها 1000 رطل. ويل طلب باش يسدوا كاع البلايص اللي دايره بالبني على مسافه ديال 800 متر. البوليس والجيش تحركوا دغيا وجاو للمنطقه وبداو كيخرجوا كاع السكان من ديورهم. في واحد العماره كاينه حدا البنكه واحد البوليس يبقى كيدق في الباب ديال واحد الشقه وما خرج عنده حد. البوليس يسحب ليه الدار خاويه وزاد في حالاته. وسط هذا الاخلاء كاين واحد الشاب سميتو رحيم كان كيعاون والديه الكبار في السن باش يخرجوا دغيا من العماره. ملي وصل القائد ويل للورشه بقى كيشوف في القنبله من بعيد وقال للرجال ديالو باش يخويو المال اللي داير بها وطلب منهم يصوبوا حمايه لواحد المقصوره تما باش يرجعوها هي مركز القياده ديالهم. ويل ورى الفريق ديالو فيديو ديال واحد القنبله فلتات ليهم هادي عامين وتفرقعات. داكشي علاش خاصهم يحديو راسهم مزيان. التصميم ديال البلاصه وراهم باللي دايزين بزاف د السلوكه ديال الضوء تحت الارض، يعني خاصهم يقطعوا الضوء على المنطقه كامله. في الزنقه واحد المواطن ما تسوقش للتحذير ديال البوليس ومشى داز من حداهم كيجري باش يجيب اللابتوب ديالو والبوليس جرى وراه باش يوقفوه. موراه البوليس علنوا باللي حتى واحد ما بقى في المنطقه واخا هما ما عارفينش باللي واحد الشقه كاين واحد خاينه سميتو كوراليس مخبي هو وصحابو. في ورشه ديال البني طلقوا الطيارات بلا طيار. واحد العسكري سميتو مارتين دار تيو في الماء باش يبداو يخويو في البلاصه. غير تقطع الضوء على الحومه الفريق د كورال خرجوا اخيرا من الشقه شعلوا الضوء لداخل وكوراس ركب الكاميرا برا الباب الفوقاني وسدوه وهبطوا لقبوا فين كانوا مخبين الماتريال. من بعد خرج من الباب ديال اللور ومشى كيقلب في وسط واحد الصندوق ديال الزبل باش يجبد مولد ديال الضوء كان مخبيه تما. دوز السلوكه ديالو لقبوا من وسط واحد القادوس. كوراس زاد كاميرا اخرى حدا الباب ديال الزنقه والفريق ديالو بداو كيريبوا في الحاد ديال القبو. في الكوميساريه شاف سوزان دخل الخوف حيت شافت شي حاجه كتحرك في الزنقه وطلبت من البوليس يصيفطوا الطياره باش تتبعها ولكن طلع غير ثعلب. في القبو الدراري باقيين كيهرسوا في الحيوط اللي كانوا غلاظ بزاف بادوات متنوعه. شويه الانذار ديال البنكه بدا كيصوني. واحد الخدام ديال البنكه تخلع ومشى عند البوليس وقال لهم خصني نمشي نشوف علاش البنكه تلقات الانذار، ولكن البوليس طمنوه وقالوا ليه باللي الضوء تقطع في المدينه كامله داكشي علاش تفعلوا الانذارات ديال البنوك. ملي الدراري في القبو بدلوا الماكينه بوحده كدير صداع بزاف كوراليس خرج للزنقه باش يعس ويقابل الكاميرات حتى بانت ليه طوموبيل ديال البوليس وهو علم صحابه في البلاصه ووقفوا الحفير حتى تمشي الطوموبيل عاد يكملوا. مارتين مشى عند القائد ويل وقال ليه باللي الماء مابقاش داير بالقنبله ولقاه كيعمر الكيسان الشراب. ويل قال ليه باللي هذه قاعده عندي كنديرها فاش كنسالي شي خدمه. من بعد ويل ومارتين هزوا الماتيريال ديالهم ومشاو جهه القنبله باش يبداو الخدمه. وتما شاف البوليس سوزانا صيفطات كاع الطوموبيلات ديال البوليس يبعدوا من تما. ويل قلب القنبله ولقى فيها مكانه ديال التوقيت وتاكد من اللي دار ميكروفون وسمع دقات ديالها. هاد القنبله تقدر تفرقع في اي دقيقه في هاد 48 ساعه الجايه. داكشي علاش ويل قرر يستعمل واحد الجهاز مغناطيسي باش يحبسها. غير ركبوا كلشي مشاو تخباو وشعلوا هاد الجهاز وللحسن الحظ قدر يحبس المكانه بلا ما تفرقع القنبله. دابا بقى ليهم غير يصاوبوا واحد الحيط ديال الحمايه باش يتحكموا في الانفجار وهذا الشيء غياخذ ليهم شي 5 ديال السوايع. في الجهه الاخرى الفريق وصلوا للحديد وهذا الشيء اللي خلاهم يبدلوا الماكينه ديال الصدور حتى كملوا الثقبه في الحيط ودخلوا نيشان الخزنه ديال البنكه. رشوا الصباغه على الكاميرا باش يعميوها وبداو كيحلوا صنادق وكياخذوا الفلوس والجواهر. لقاو حتى بلاكات ديال الذهب ولكن جوهم تقال بزاف وخلاوهم تما. في الورشه ديال البني العسكر باقيين كيبنيو في الحيط ولكن القائد ويل رد البال لمارتين وهو كيقيس القنبله وتيرا بالبوق باش كاع الناس يخرجوا. مارتين قال لي راه بانوا ليه شي بلايص في القنبله ما فيهمش صداع وجاتو غريبه على القنبله دوزت 80 عام تحت الارض. ويل قال لي هذه غير بقات محفوظه مزيان ورجع الدراري للخدمه. موراها بشويه واحد العسكري شاف في سكانير باللي القنبله باقي فيها الدقات وهذا الشيء كيعني باللي هذاك الجهاز المغناطيسي خاسر. العسكر كاملين جراو وتخباو وويل دغيا يجمع الماتيريال ديالو حيت خاصو يعتقب البلاصه ديال المكانه ويكب فيها واحد المحلول باش يحبس المكانه لداخل. ويل بدا غادي معاه بشويه وفي هذا الوقت واحد البوليسي في الكوميساريه رد البال في الكاميرا ديال الطياره باللي كاينه سخونيه في واحد البلاصه في الزنقه وماشي هي المولد العسكر. سوزانا طلبت من ويل يوقف الخدمه في البلاصه حيت غتصيفط البوليس يقلبوا هذه البلاصه الغامضه. وسط البنكه كورال جبت شي حاجه خاصه من واحد الصندوق وصاحبه قال لي رجع داكشي اللي هزيتي. كوراليس ما بغاش في الاول ولكن في الاخر حطو. شويه كوراليس بانوا ليه البوليس جايين وقال صحابو يحبسوا وطفى المولد ديال الضوء. طوموبيل البوليس وقفات قدام العماره وحاولوا يدخلوا ولكن الباب كان مسدود بالساروج وقرروا يدوروا يقلبوا الجهه الاخرى. كوراليس قال الفريق كملوا الخدمه بشويه. في الوقت اللي سوزانا شافت باللي هذيك السخونيه غبرات من الشاشه البوليس فاش داروا بان لهم كوراليس تما.
كوراليس غير شافهم بدا كيجري وقال الفريق ديالو باش يزربوا، وهما بداو كيعمروا الصنادق ويشدوهم باقصى سرعه. البوليس ما قدروش يتبعوا كوراليس حيت الباب السلك كان مسدود، ومشاو يجيبوا الماتيريال من الطوموبيل باش يهرسوه. في الورشه ديال البني القائد وائل قال لهم جاني احساس خايب وطلب من كلشي يغطى ودنيه ويدير الكاسك. على غفله دقات ديال القنبله حبسات وتفرقعات ودارت واحد الهزه ارضيه خايبه. انفجار طيح الطيارات بلا طيار، ولكن على الاقل ما داش الخط اللي سادينه البوليس، والناس اللي خرجوا من ديورهم ما وقع لهم والو. الفريق ديال العسكر كامل نجاو، واخا والو واحد العسكر تجرحوا. في الجهه الاخرى البوليس طاحوا على ديك الزنقه بسبب الانفجار وبداو كيطالبوا بالدعم، وسوزانا صيفطات لهم رجال اخرين باش يعاونوهم. كوراليس تلاقى مع الفريق ديالو وهز واحد الصندوق حيت بغى يتاكد من هذيك الحاجه الخاصه. الاخرين قالوا ليه باللي البوليس دايرين بينا وخاصنا نزربوا، ولكن كوراليس وقف حتى شاف ديك الحاجه باقا تما. دابا الفريق مشاو يجريو وغيتفرقوا باش يكملوا الخطه ديالهم. كوراليس وصحابو طلعوا للسطح وجبدوا جوج طيارات بلا طيار، واحده منهم كانت خاسره، ولكن كوراليس زرب عليها وصوبها دغيا. داروا الصنادق ديال الفلوس في الطيارات وصيفطوهم في السماء. البوليس شافوا الطيارات في السماء يسحب ليهم ديالهم. الطيارات بقاو غاديين حتى تحطوا في واحد السطح ديال واحد العماره، وتما كانت كتسناهم واحد المراه هزات هذوك الصنادق. في نفس الوقت جوج اخرين من الفريق هبطوا وداروا بلاكات مزورين ديال اشغال البني دايرين بالقادوس. غير هبطوا لداخل البوليس شافوهم في الكاميرات. شاف سوزانا بقات كتسائل واش هادوك غير خدامين وما سمعوش الغوات ديال الاخلاء. البوليس خلى صاحبه المجروح في الزنقه وهرس الباب ديال العماره ودخل. في الزنقه ملي كوراليس وصاحبه خرجوا من العماره، الطوموبيل ديال البوليس كانت غاده وشافوهم، وهما بداو كيجريو في البلاصه. البوليس تبعوهم وهما يدخلوا لواحد الباركينغ وبقاو كيدوروا وسط الحيوط باش يتلفوا البوليس وتلقاوهم في الاخر. هربوا من الباب ديال اللور والطوموبيل ديال البوليس بقات معطله على ما دارت وراهم. وهذا الوقت خلى كوراليس وصاحبه باش يوصلوا للقادوس ويهبطوا برا الخط اللي سادينو البوليس. دوك جوج الاخرين خرجوا من القادوس اخر ولقاو صاحبه الاخر من الفريق كيتسناهم في واحد الشاحنه. شويه طوموبيلات البوليس داروا بالقادوس وهبطوا البوليس حتى هما لداخل، وهذا الشيء اللي بز على كوراليس وصاحبه باش يتخباو في نفق اخر. في هذه اللحظه هذيك المراه قربت من الشاحنه وعطاتهم الصنادق اللي جابت ليها الطياره ومعاهم حلوى صاوباتها اليوم. خلصها وصيفطات تمشي في حالها. وبما ان البوليس خرجوا من الاولين من القوادس ما بقى عندهم ما يديروا من غير انهم يزيدوا في حالهم. في الورشه ديال ابن مارتين بقى شاد في هضرته وقال القائد وائل خاصنا ناخذوا عينه من المواد القنبله حيت باقي شاك بلي القنبله ماشي ديال الحرب العالميه الثانيه. وائل بدا كيبان ماشي هو هذاك وقال ليه هادشي ماشي الخدمه ديالنا دابا، وعطى هاد الفكره للشاف سوزانا باش يخليو الخبراء ديال البوليس يكملوا التحقيق ديالهم. في هذيك اللقطه البوليس اللي داخل العماره اكتشف الثقب اللي في القبو وعرف باللي البنكه تسرقات. علمهم في البلاصه وسوزانا صيفطات فرقه تقلب على الشفاره. ملي كوراليس وصاحبه خرجوا اخيرا من القادوس عيطوا لهم صحابهم وجات الشاحنه هزاتهم دغيا. كوراليس غير دخل طلب الصنادق باش يشوف هذيك الحاجه الخاصه ديالو عاوتاني. ملي الشاحنه وصلت لواحد البلاصه فين واقفين البوليس عطاو لهم ورق مزورين باللي هما خدام الشركه ديال الماء في لندن. البوليس تيقوم وخلاوهم يدوزوا. في الكوميساريه سوزانا بقات كتشوف تصاور الدراري اللي هبطوا للقادوس وردات البال اللوغو اللي مرسوم في حوايجهم وطلبت من البوليس يقلبوا عليهم. البوليس اللي واقفين في الباراج قالوا لها يلا دازت من عندنا شاحنه فيها نفس اللوغو. في هذا الوقت الشفاره حطوا الشاحنه في واحد الكراج وبداو كيبدلوا لوحه الترخيص ديال الطوموبيل وكيحيدوا اللوغو من حوايجهم. لداخل الشفاره رجعوا للطريق وقدروا اخيرا يخرجوا من المدينه وبداو كيحتفلوا حيت نجحات لهم الخطه. في هذا الوقت البوليس كانوا كيقلبوا في الخزنه ديال البنكه اللي تسرقات، وواحد الشاب من السكان سميتو رحيم قرب من البراج ديال البوليس وقال لهم باللي عائلته تابعاهم الطياره وبغى غير يدخل يجيب الصاك ديال الحوايج من الشقه ديالو. البوليس غير سمعوا باللي ساكن في نفس العماره فين وقعات السرقه، دخلوه هو وعائلته باش ياخذوا اقوالهم كشهود. في الورشه ديال البني جاو جوج كبار من المسؤولين عند القائد وائل وبداو كيتغددوا عليه وكيقولوا ليه علاش ما علمتيناش بالقنبله، وفكروا باللي من شحال هادي وانت كدير اللي في راسك. وائل قال لهم باللي كان همه الواحد يحبس القنبله ويعتقل المدينه. من بعد وائل عمر الكيسان الفريق ديالو باش يحتفلوا، ولكن هو كب كاسو في الارض وما شربوش. في الكوميساريه شاف سوزانا بقات كتستجوب في العائله ديال رحيم شرح ليها باللي جاو عنده جوج رجال لابسين اللبسه الزرقاء ديال الخدمه وعندهم وراق من عند مول العماره وطلبوا منه السوارود ديال القبو باش يحطوا الماتيريال. قال لي باه ما بغاش يعاونهم في الاول، ولكن رحيم عارف باللي هما كمهاجرين غير كيقرب منهم شي حد كيبان رسمي خاصهم يسمعوا الهضره باش يتفاداو المشاكل. رحيم عطاهم السوارت وهو ما عارفش نيتهم الحقيقيه. الشفاره وصلوا لواحد الدار مخبيه في العروبيه وبداو كيحيدوا حوايجهم باش يحرقوهم هما والكاميو. جوج من الفريق بان باللي شفروا شي حاجه اخرى لراسهم ومنهم الذهب. هنا كوراليس وراهم اخيرا شنو كاين في ديك الحاجه الخاصه. طلعوا حجار ديال الدياموند باقي ما مسقولينش والقيمه ديالهم 30 مليون دولار، وعدهم باللي غيقسم كلشي بالتساوي. كوراليس خرج برا باش يدير واحد الاتصال. على غفله دخلوا جوج رجال هازين سلاح للبيت وقالوا للفريق باش يهزوا يديهم. واحد من الفريق حاول يواجههم ولكن خونا عطاه قتله ديال العصا والاخر تيرف واحد بالسلاح. الشيفور ديال الشاحنه نقز عليه وضربه. الاخر استغل الفرصه وهرب
والراجل اللي هاز السلاح جرى وراه. المطاردة كملات الفوق في الدار، ونجا من القرطاس وهرب من الشرجم. غير نزل في سجردة اللور لقى واحد خاين سميتو لودو واقف عليهم موجه عليه سلاح. الفرق كامل سد عليهم في الكراج وبداو كيسبوا في كوراليس اللي ميك عليهم وما جاوبهمش. في الداخل كوراليس والناس الجداد كيحتفلوا وهما كيقسموا الغنيمه، وتما بان باللي لودو هو ولد عم كوراليس. لودو سولو كيفاش عرف باللي كاين ديامون تما. كوراليس شرح لهم باللي هاد الفلوس ديال واحد الراجل كان خدام معاه وما كيحملوش. عاود لي باللي شحال هادي كان كيمشي يسافر للبلايص اللي فيهم الحروب وكيجيب هاد الاحجار المخبيين، وكان كيهربهم وكيحطهم في الحساب ديال البنك ديال الشاف ديالو. ولكن هاد الشاف غدر به، ودابا كوراليس جاي ينتقم. لودو طلب دياموندا وحده وكوراليس قال ليه واخا، ولكن لودو ما قنعاتوش وبغى اكثر. كوراليس تعصب وما بقاش باغي يعطيه. لودو دخلو الشك وقرر يبدل الاتفاق وطلب النص في كل شيء. ناض صداع والغوات بيناتهم، ولودو ضرب دياموندا وفرقعها، وهذا الشيء مستحيل يوقع للدياموند الحقيقي. هادشي اللي خلى كوراليس يبدا يقلب في الاحجار الاخرين، وتصدم فاش عرف باللي كلشي مزور. كوراليس حلف باللي ما كان عارف والو، ولكن لودو ما تيقوش وامر رجالو باش يشدوه ويزيروه. الرجال ديال لودو شدوا اليدين ديال كوراليس فوق الطبله، ولودو خبطها بماكينه باش يقول ليه الحقيقه. كوراليس بقى كيحلف باللي ماشي هو اللي خدا الديامون. لودو هز الغنيمه كامله وامر رجالو يلوحوا كوراليس في الكوفر ديال الطوموبيل. زادوا خلاو الفريق الاولاني الشفاره باقي محبوسين في الكراج. في هذا الوقت البوليس خلاو السكان يرجعوا لديورهم، الضوء باقي مقطوع، وهذا الشيء خلى العائله رحيم تهز الكروسه ديال باهم مشلول في الدروج بالزز. ملي دخلوا للشقه رحيم طلع السطح وجبد الخنشه ديال الدياموند الحقيقي. رجع لبيته وقطع اليد ديال واحد الصاق السفر وخبى الدياموند لداخل، وطمن خوه باللي كلشي داز هو هذاك. القائد والد حتى هو رجع للدار ودخل كيدوش. في هذه اللقطه عيطوا ليه المسؤولين الكبار وقالوا ليه باللي الشرطه العلميه اكدت باللي القنبله ماشي ديال الحرب العالميه الثانيه، وطلعت خارجه من المخازن ديال الجيش، وطلبوا منه يحضر الغد ليه في الصباح باش يهضروا في هذه المصيبه. في البلاصه اللي محبوسين فيها الشفاره، واحد فيهم بقى كيحك الحبل من جنب الباب ديال الشاحنه حتى قطعوه. مشى شاف صاحبه ولقى حالته ضعيفه بزاف، وطلق الاخرين حتى هما. الشيف قدر يخدم الشاحنه بلا سوارج وضرب بها الباب ديال الكراج حتى ريبو، ولكن من خرجوا كان فات الفوت على صاحبهم اللي مات. وتم فاجئهم باللي كان دير اجهزه تتبع في الحوايج الفريق كامل، وهذا الشيء خلاه يلقى فين كاين كوراليس. ثلاثه بيهم ركبوا في جوج طوموبيلات ومشاو تابعينه. وسط كوفر لودو كوراليس صيفط ميساج لواحد النمره مجهوله، قال ليه راه واحد وصيفط ليه البلاصه فين كاين. بقى كيغوت ويطلب السماحه من لودو، ولكن لودو جهز الموسيقى باش يغطي على صداعه. مارتن دار تجارب على ذاك الجهاز المغناطيسي اللي حبس القنبله، ولقى فيه بياسه زايده، وعرف باللي الجهاز شي واحد خصو بالعاني. في الكوميساريه البوليس اخيرا لقاو الشقه باسم كوراليس اللي عنده سوابق كحله في السرقه وتهريب الدياموند. في المطار رحيم وعائلته دازوا البراج ديال المراقبه بلا مشاكل. في الطريق الشفاره لقاو الطوموبيل ديال لودو وحاولوا يحبسوها. لودو ضرب الطوموبيل باش يهرب، ولكن صحابو جاو من الجهه الاخرى ودفعوا الطوموبيل ديال لودو، داروا بهم وهرسوا الشرجم باش يضاربوا معاهم على السلاح. وسط الكوفر كوراليس سمع الموسيقى حبسات وسمع القرطاس كيتيرا. غير تحل الكوفر الشيفور وصاحبو جروا كوراليس لبرا وغطاو ليه راسو بميكا ديال البلاستيك وبدا كيتخنق فيه حتى تيرا فيه شي واحد لعنقو. الشيفور حتى هو تضرب في رجلو، مشاو تخباو، وكوراليس استغل الفرصه وجرى للجيت هذاك اللي كيتيري. لا طلع هو القائد وائل براسو، كانوا خدامين بجوج من الاول وهربوا مع بعضياتهم. غير مشاو الشيفور وصاحبو قلبوا الطوموبيل ديال لودو وفرحوا فاش لقاو الصاك اللي فيه الفلوس والجواهر. في هذه اللحظه شاف سوزانا وصلها الملف ديال كوراليس وقارنات تصويرته مع الفيديو ديال الكاميرات السيكوريتي وتاكدت باللي هو. البوليس في البلاصه اعلنوا على حاله طوارئ في كاع المطارات والمحطات ديال المدينه. كوراليس داز لواحد لوطيل وغسل حالته ونقى راسو ومشى نيشان للمطار وقدر يدوز بالباسبور المزور ديالو قبل ما يوصلهم السينيال ديال الطوارئ. في هذا الوقت مارتين مشى عند الشاف ديال البوليس سوزانا باش يقول ليها على ديك البياسه الزايده اللي لقى في الجهاز، وزاد قال لها باللي القائد وائل معروف عليه بيل من نهار رجع من الحرب ديال افغانستان. مارتين شاف حتى التصوير ديال رحيم وعرفو، وقال لها هذا الشاب كان هو المترجم ديال وائل في الحرب، ووائل هو بيدو اللي عاون العائله ديال رحيم كامله باش يهاجروا الامريكان على قبل السلامه ديالهم. سوزانا وهي كتقلب في الملفات ردات البال باللي حتى كوراليس كان في افغانستان وكان خدام تما في واحد المنجم ديال الاحجار الكريمه. سوزانا صيفطات امر باش يشدوا وائل ورحيم حتى هما في الوقت اللي وائل خرج فيه من البلاد بطياره خاصه. الرجال ديال البوليس جراو المطار باش يقلبوا على كوراليس حتى شافوه تما، ولكن كوراليس قدر يهرب منهم دغيا وركب في الطياره. سوزانا عرفات من بعد باللي خو رحيم كان هو العساس الليل في هذيك الورشه ديال البني فين لقاو القنبله. ملي مشات سوزانا والرجال ديالها وصلوا للدار ديال وائل وقلبوها حتى لقاو البيت الخدمه فيه كتوبه كتوري كيفاش مضيف القنبله بالعين، ولقاو بقالات كتهضر على واحد الهجوم فاشل وقع في افغانستان وماتوا فيه بزاف ديال الناس. في هذا الوقت كوراليس ووائل ورحيم تلاقاو في اسطنبول وباعوا الدياموند بواحد الثمن خيالي وقسموا الفلوس بيناتهم بالحق والقانون، وكل واحد مشى في طريقه باش يبدا حياه جديده.
الحكايه ديالهم بدات هذه 10 سنين في افغانستان. نهار الشاف كوراليس غدر بيه وخطفوه ورجالو ولاحوه في الكوفر ديال واحد الكاميو في واحد الدوار قريب من تما. وائل كان داير اتفاق مع السكان اللي تما وكان معاه المترجم ديالو رحيم. وهما خارجين من الدوار والو رايحين بان لهم كاميو في الطريق وجراو يتخباو حيت عرفوا كاينين اعداء تما. ولكن والو عفط بالغلط على واحد الصفيحه دلوهم في الارض وسلوكا وراهم باللي هما محاصرين بالمتفجرات. فديك اللقطه جاو الكاميوات اللي فيهم كوراليس والاعداء بداو كيتيريو وتفرقع واحد الكاميو وهما كيتيريو في بعضياتهم. كوراليس جرى وتخبى وتلاقى مع وائل تما وداروا اتفاق باش يعاونوا بعضياتهم. وائل طلق كوراليس وصيفطو قلب على البواطه اللي كتحكم في كاع هاد المتفجرات. الاعداء كانوا كيتيريو عليه ولكن وائل كان كيحامي عليه. كوراليس بقى كيحفر في الرمله حتى لقى البواطه وفيها قنبله ديال اليد. وائل بقى كيوريه من بعيد كيفاش يلقى السلوك الحقيقيين ويقطعهم. ورحيم ووائل بجوج كانوا كيتيريو باش يحميو كوراليس. غير قطع كوراليس سلوكا كاملين وائل قدر يحيد رجلو ورحيم قتل الاخرين اللي بقاو. الفرحه ديالهم دامت غير ثانيه وحده حيت القنبله اللي في البواطه شعلات وجراو باقصى جهد عندهم وعتقوا راسهم من الانفجار. دابا في الحاضر كوراليس باش يحقق حلم الطفوله ديالو شرى محميه كبيره في افريقيا وكيظن باللي فيها الدياموند مدفون. ورحيم بدا كيبني عماره كبيره لعائلته وصاوب فيها شركه واخا بزز على كاع عائلته يبدلوا كنياتهم باش ما يعيق بهم حد. اما القائد ويل تصدق باغلب الفلوس ديال الجمعيه خيريه عالميه متخصصه في نزع المتفجرات والقنابل اللي باقا مدفونه في العالم.